كلامي هذا لكل حر يمني في الداخل، في الخارج، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب. حزب الأوساخ بعد أن جر البلاد إلى حرب وخلى الشعب في جوع ومعاناة ما لا نهاية، بيحاول أنه يزرع حتى العنصرية في أبناء الوطن وأبناء الشعب. حزب الأوساخ المعروف باسم حزب الإصلاح بيسيسوا القضايا العادية، بيصنعوا العنصرية، بيختلقوا المشاكل بين أبناء الشعب. دائما هذا هو منهجهم، إنهم لا سدوهم وعفافيش، ولا سدوهم وأصحاب الجنوب، ولا سدوا مع انتقالي، ولا سدوا مع حكومة صنعاء، ولا كلهم على غلط وحزب الأوساخ على صح. حزب الأوساخ هذا الذي جر البلاد إلى الهاوية، لا زالوا يتكلموا باسم الوطنية ويخادعوا الناس ويطلعوا على الإعلام بالتمييز والعنصرية، ويشتوا يخلقوا العنصرية حتى ما بين أبناء المحافظات. حصلت مشكلة في صنعاء، مغتصبين الأطفال موجودين في الجنوب، في الشمال، في الشرق، في الغرب موجودين. ليش ضروري تسيسوا القضايا؟ ليش ضروري تخلوها سياسية؟ حزب الأوساخ هذا بيهاجم بكل ما أوتي من قوة، خلى الشعب كله متنافر متكارهين بينتهم بين. ان حزب الأوساخ قام بالكلام على العفافيش، قام أيدهم الانتقالي وأيدتهم الحكومة صنعاء. وإن حزب الأوساخ قام بالكلام على حكومة صنعاء، أيدوهم العفافي شوية. المهم ضرب الشعب فيما بينه البين، خلى الناس هكذا متضاربين بينتهم البين. حزب وسخ ابن وسخ من يوم ما عرفناه والبلاد فيها هاوية. المغتصبين الأطفال ساعة ما قلت موجودين في صنعاء، في عدن، في آب، في حضرموت، في موجودين من زمان في كل مكان. القضية هذه قضايا مدنية وقضايا رأي عام. طفل يغتصب لازم يتحاسب الذي فعل الجريمة، لا يتحملها حزب ولا تتحملها جماعة مكونة، ولا يتحمل الشخص نفسه الذي فعل هذا الشيء، والحزب المعين الذي ينتمي إليه يقوم بمعاقبته أو تسليمه. خلاص انتهى الموضوع. أكبر إبستينيين على وجه الأرض الذي بيتهموا الناس باللبستنة، أكبر إبستينيين على وجه الأرض هم حزب الأوساخ. حق أطفال معروفين من زمان. التحافظ عندهم بتخرج كم من فول. ليش الكذب؟ خرجت التحافظ، كانوا يمحنوا الأطفال وفوق ما بيمحنوهم بيعقدوهم، فوق ما يعقدوهم يلبسوهم حزمان اسفه وخلوهم يصيروا يفجروا رواحهم. خلاص بيعقدوهم من الحياه، بعد ما يعقدوهم من الحياه ما عاد بيش معاهم عمل، اصبحوا خلاص ضايعين، عقروهم اخربوهم، يدوا لهم حزمان اسفه يقولوا لهم سير الجنه، ما دام قد خربت بالدنيا لا تخربش، سير الجنه. ويصير يفجر بنفسه ادمي معقد نفسيا من داخل. ولا من يرضى لنفسه بالانتحار الا انسان معقد من داخل، يطعنوا في شرفه ويطعنوا في رجولته ويرجعوا يحرضوه على أكبر إبستينيين. كانوا مدعومين الأخوان من الوهابية من المملكة العربية السعودية، مدعومين بشكل غير طبيعي. كان المطوع يتزوج أقل واحد من حزب الأوساخ الذي بيجمع التبرعات، كان بيتزوج أقل واحد 3 أرباع، وجميعهم أطفال. يقول لك ويتبلون على النبي عمره 12 سنة، ويتبلون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله. نتزوج عائشة عمرها. أوسخ ناس على وجه الأرض حزب الأوساخ. الشمال بكله، الشمال شمال اليمن بكامله تمام، أشرف من أبو أي عنصري جنوبي، وكذلك الجنوب بكله أشرف من أبو أي عنصري شمالي. العنصرية هذه ما بتخدم لا وطن ولا بتخدم شعب ولا بتخدم. حزب الأوساخ هجرنا إلى حروب وإلى ما لا نهاية، وارتاحوا هم وساروا الفنادق، إن كانوا حزب الأوساخ بفنادق السعودية، وإن كان بعض الانتقالين في فنادق الإمارات، ودخلوا الشعب في دوامة. حزب الأوساخ المستفيدين هم معنويا وماديا، وخرجوا خارج الوطن واستثمروا ومطاعم ومليارات الدولارات وعايشين بنعمهم.
بعد أن كانوا بالشوارع مشحططين، وأول مثل وأكبر مثل لم توكل كرمال، بعد ما كانت تاكل خبز يابس وفول وتشرب ماء من الحنفية، الآن قدي دولارات مليارات ما حد يقدر يمسكها. نفذت الخطة في اليمن ودخلتنا إلى حرب ما لا نهاية. لذلك أقسم بالله إن حزب الأوساخ لعنة الله عليهم ولعنة الله على أبواقهم بيطلعوا في التواصلات الاجتماعية يشحنوا أصحاب الجنوب على أصحاب الشمال، ويشحنوا أصحاب الشمال على أصحاب الجنوب، والعفافيش على الإصلاح على باسمها حكومة صنعاء، وحكومة صنعاء على العفافيش، وشحن وهم جالسين سحن نسوان. متى بيترجلوا مدري. أنا رسالتي لكل مواطن يمني شريف، العنصرية هذه خليها على جنب. قضية مدنية، رأي عام، قضية مدنية تضر طفل، تضر امرأة، تضر بنت، احنا ضدها. ولا نسيس القضايا، لا نسيس القضايا، لا تضيعوا حقوق الناس المسكينين المظلومين، وتضيعوا حقوق الناس المضطهدة أو حقوق الناس الذي ارتكب عليها أبشع أنواع الجرم بالسياسة أو بالعنصرية. هذا رسالتي وتحياتي.